أزول فلاون أمازيغن. لكل أرض في العالم سكان كانوا عايشين فيها من الأول، هما اللي كنسميوهم السكان الأصليين. بحال مثلا إلا خدينا أمريكا، فالهنود الحمر هم السكان الأصليين لهاد الأرض قبل ما يتم الإبادة ديالهم على يد الأمريكيين. وإلا جينا دول شمال إفريقيا غادي نلقاو بأن السكان الأصليين لهاد المنطقة هم الأمازيغ. معكم بيليا، وفي هاد الحلقة غادي نعرفوا شكون هم الأمازيغ ونتعرفوا على التاريخ ديالهم. إلا رجعنا بزمان لور غادي نلقاو بلي الامازيغ كانوا كيعيشوا في شمال افريقيا كيف ما كتشوفوا في الصوره في الثلث للفوق من قاره افريقيا، وكانوا كيعيشوا من واحد الواحه مصريه الاسم ديالها واحد سيوه غرب مصر حتى المحيط الاطلسي وعلى امتداد الصحراء الكبرى. كاينين في مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وكانوا هناك امازيغ الصحراء اللي كيسميو رؤوسهم بالطوارق، وكاينين حتى في بعض الدول الافريقيه بحال مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وبسبب الهجره لاوروبا كاينين تما الملايين منهم، وتحديدا في فرنسا. وما غاديش نقدر نقول لكم هاد الناس منين تا هما هنا، حيت هما كاينين قبل ما تكون شي حاجه سميتها الكتابه، يعني نقدر نقولوا عشرات الاف السنين وانت طالع. واش هما اصلهم عرب؟ لا. واش اصلهم اوروبيين؟ لا. واش هما افارقه ولكن لونهم فاتح شويه؟ حتى هي لا. هما قبل هادشي كامل بكثير. هما بكل بساطه امازيغ، عندهم الحضاره الخاصه بهم، عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم الخاصه، وحتى التقويم الخاص بهم، واللي كيحتفلوا في 13 من يناير براس السنه الامازيغيه لهذا العام وصلت 2970، وبداو الاحتفال به عام 950 قبل الميلاد، وهي السنه اللي انتصر فيها الملك الامازيغي شيشونغ على الملك الفرعوني رمسيس الثالث. وفي هذيك الوقت غادي يحكم مصر. خلال هذيك الفتره غادي يعبدوا الامازيغ الشمس والقمر، وعبدوا حتى الاله امون. ولكن مع مرور الوقت وبدأ الانتشار السريع للدين الاسلامي وغزوات الفتح بحال اللي وقعت في العراق وفارس ووسط اسيا اللي انتشر فيها الاسلام بسرعه. شمال افريقيا خدات وقت طويل باش يعتنق سكانها الاسلام ومنهم الامازيغ، والسبب ان الدخول العرب في البدايه كان عسكري. هادشي علاش استغرقوا في البدايه سكان هذه المنطقه قرن ونصف باش يعتنقوا الاسلام. طوال القرون السابقه حتى ليومنا هذا حفظوا الامازيغ على تقاليدهم وحضاراتهم بحال الملابس والفنون اللي كيشتهروا بها. كلمه امازيغي في اللغه الامازيغيه كتعني الرجل الحر النبيل، ومصطلح البرابره اللي كيطلقوا عليهم طلقوه اول مره الرومان على سكان شمال افريقيا اثناء الغزوات ديالهم، وكتعني الهمج المتوحشين. وما يمكنش نساليو الحلقه بدون ما نذكروا بعض الاسماء الامازيغيه اللي حفرات الاسم ديالها في كتاب التاريخ، واللي اثرت على التاريخ العربي والامازيغي والاسلامي والعالمي ايضا. على راسهم عبد الكريم الخطابي الريفي المغربي اللي قاوم الاستعمار الاسباني، والرحاله المعروف ابن بطوطه، والفلاسفه المشهورين ابن رشد وابن البيطار وابن خلدون، والفاتح الكبير طارق بن زياد، بالاضافه لاول شخص حاول الطيران عباس بن فرناس. الا عجبتك الحلقه ديال اليوم ما تبخلش عليا بلايك الفيديو واشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات باش يوصلك كل جديد، وبارطاجي الفيديو مع اصحابك باش كل شيء يستافد. كان معكم بيليا، تهلا.